السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني أوي 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل حمام، كلنا هنعرف نعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وفي تكات كده، كام تكة لما تعمليها هيطلع أحلى حمام من إيدك. شايفين اللون؟ شايفينه يا بنات؟ كأنك جايباه من بره بالظبط. هخليكي تعملي تتبيلة حلوة وحشوة حلوة، وكمان هيطلع بنفس اللون اللي انا موريه لكم. بس زي ما اتفقنا في فيديوهاتنا اللي فاتت ان احنا دايما بنسمي الله ونصلي على رسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللايك الحلو اللي زي قلبك، متنسوش كومنت حلو، واللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس للكل عشان اي وصفة انا بنزلها لكم توصل لكم اشعار مني. زي ما انتم شايفين الحمام ممكن يتعمل جنبه رز ابيض، ممكن يتعمل ملوخيه، اللي يعجبك. بس انا حبيت النهارده اوريكم طريقه الحمام بيتعمل ازاي بكل سهوله. يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا هجيب كام بصلايه حلوين. البصل ده كله مش هستخدمه، هستخدمه للحمام، للحشوه ولتتبيله الحمام وتتبيله الكبد والقوانص. هنقطعه كده قطع ونفرمه فرم ناعم. ممكن انتي تحطيه في الكبة، ممكن تبشريه عادي على ايدك، مفيش اي مشكلة. بس هنفرمه فرم ناعم يا بنات. هنحط له ايه؟ هنحط له معلقة فلفل اسود وهنحط له معلقة ملح صغيرة. هنفرمهم وهناخد جزء منه زي ما قلت لكم هنحطه في الحمام، وجزء هنحطه للحشوة، والجزء التاني هنحطه للكبد والقوانص. طبعا نكون غاسلين الحمام كويس وشاطفينه وحاطين له الليمون وملح وفلفل اسود. انا بغسله كده يا بنات. في ناس بتحط دقيق، في ناس بتحط دقيق ذرة. طبعا كل واحدة وليها طريقة في غسله، بس اهم حاجة ما نحطش خل عشان الخل بيثبت الزفرة. دي نقطة، دي تكة من التكات. عايزة اقول لكم الحمام او اي طيور ما تتغسلش بخل يا بنات. خل بتتغسل بليمون، ممكن معلقة جنزبيل، شوية ملح، شوية فلفل اسود، ممكن تحطي دقيق. بس اهم حاجة ما تحطيش الخل زي ما اتفقنا. بصوا زي ما انا وريتكم كده فرمناه فرم ناعم. هنبدأ ننزل بالبصل بتاعنا كله اللي احنا فرمناه. هناخد جزء منه نحطوه على الحمام، لاني انا عايزة الحمام ياخد من طعم بعض، يعني طعمه جوه يبقى زي طعمه بره. فانا هتبله من بره و... ومن جوه بالبصل اللي انا فرمته والملح والفلفل و... وهنزل تاني على الكبد والقوانص نفس البصل دوت. هناخد منه معلقتين، يبقى هناخد معلقتين عشان ن... ن... انا نسيت الكلام يا بنات عشان يتبلوا من بره، ومعلقتين نحط للكبد والقوانص. طبعا هنظبط ملحنا، نحط تاني شويه فلفل اسود، شويه ملح، وهحط على الكبد والقوانص معلقه صغيره من القرفه. برضو دي تكه يا بنات بتودي طعم الكبد والقوانص، طعم الحشوه اللي من جوه، سواء بقى فريك او سواء رز زي ما انت هتحبوا تحشوه، بتوديه في حته تانية. هنتبل حلو قوي قوي الفراخ مش بقولكوا مش عارفه النهارده مالي. هنتبل كويس قوي قوي الحمام من عند الرقبه كده، وندخل التتبيله دي من جوه وتحت الجلد و... ونسيبوه شويه. كل ده بياخد من طعم بعضه يا بنات، بتحسي ان انتي بتاكلي فعلا حمام، انتي مش عايزه تسيبي حته منه. وكل اللي هيدوقه عندك هيطلبوا منك مره واتنين وتلاته. زي ما انتوا شايفين كده، انتوا شايفينهم صغننين، بس هتشوفوا دلوقتي هنحشيهم ازاي، هنخلي حجمهم اكبر. وبرضو الكبد والقوانص هنتبلوها بالبصلة وشوية القرفة اللي حطيناهم ونسيبهم شوية. هنرجع بقى على النار. البصل الباقي هقول لكم هنعمل بيه ايه تاني، دي تاني خطوة هنعملها. يلا بينا بقى نشوف تاني خطوة هنعملها ايه ونحط ايه على النار. يلا بينا يا بنات. زي ما انتوا كده شايفين هحط وقع على النار تكون سخنة حلو. هحط معلقتين بقى سمنة بلدي او سمنة عادية، بس طبعا لو سمنة بلدي يبقى احسن. هتحطي برضو معاهم معلقة زيت، وهتبدأي تنزلي بايه بمعلقتين تلاتة برضو بصل من اللي احنا ايه فرمناهم مع بعض في الاول. ايه هنشوحوهم كده يا بنات على النار. تشويحة حلوة زي ما انتوا كده شايفين. تمام.
بعد ما شوحناهم كده تشويحة حلوة، يا دوب كده اتقبلوا شوية. هنبدأ ننزل بالكبد والقوانص اللي احنا تبلناهم. ويا ريت يا بنات تقطعوا القوانص حتت صغيرة عشان تستوي معانا بسرعة. طبعا هنشوحهم تشويحة حلوة، نحط لهم برضو تاني معلقة قرفة ونشوحهم مع بعض. وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا. انا حاطه قد ايه؟ على مثلا على الاربع حمامات حاطه كوبايه رز. هننزل كده الرز، يا دوب هنشوحهم برضو مع بعض. وبصوا يعني مثلا انا حطيت كوبايه رز، هحط نص كوبايه ميه. انا عايزه الرز يستوي، سواء رز او بقى فريك يا بنات، 3/4 سوا. انا مش عايزه سوا كامل. ليه؟ لان هو لسه هينزل الميه، يعني لسه هحشيه الحمام وهحطه في الميه، فهو لسه هيكمل سواه. هنبدأ بقى نحط ملح وفلفل اسود، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود عشان نظبط الرز بتاعنا. وهنبدأ ننزل بايه يا بنات؟ زي ما قلت لكم، نص كوبايه ميه على كوبايه الرز. شايفين الرز؟ مش الميه مش مغطيه الرز. هنسيبه بقى على نار هاديه لغايه ما يستوي نص سوا يا بنات، او 3/4 سوا. ادي الحمام بتاعنا. هنبدأ بقى نجيب الرز بتاعنا ونبدأ نحشي بيه الحمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هنحشيه من عند البطن. بس طبعا ما نكتموش جامد يا بنات، عشان لسه الرز هيستوي تاني، هو ما يكمل سوا جوه. وبصوا زي ما انتم شايفين من عند الرقبة يا بنات كده برضو. بصوا برضو هنبدأ نحشيه زي ما انتم كده شايفين. هوريكم كده شكل دلوقتي الحمامة بعد ما نحشيها يبقى شكلها بصوا كبرت ازاي، تحس ان هي بقت كده محترمة وعليها القيمة. بس برضو ما نحشيش جامد يا بنات عشان ما يفرقعش مننا. زي ما انتم شايفين كده، امشوا زي الخطوات اللي انا بعملها لكم. طبعا زي ما انتم شايفين، مش محتاجة ان انا اقول اعمل وما اعملش هي الطريقة باينة. طبعا هندخل الرجلين كده عكس بعض. لو حسيتي ان الفتحة اللي من تحت واسعة، ممكن بخلة سنان، ممكن بإبرة وخيط. بس هي مجرد ما هتنزل المية هو هيقفل. بصوا شايفين الحجم زي ما بقول لكم. طبعا احنا حشينا الحمام ده كله. هنبدأ ننزله بقى بصوا الدراع دوت او الجناح هنرجعه بص لورا ازاي يا بنات. شايفين؟ هنبدأ طبعا اول ما هينزل المية الرقبة هتقفل والبطن هتقفل. هنحط حلة على النار. هنحط بقى هي بقى البهارات بتاعتنا، أو اللي هتدي لينا طعم حلو للشوربة. ورق لورا، طماطمايه، بصلايه، حبهان، مستكة. اول ما المية تغلي هتنزلي كل البهارات بتاعتنا دي، اللي هو الحب. وهنبدأ ننزل الحمام ما بياخدش وقت يا بنات على النار. عايزة تعرفي استوي ازاي؟ من عند الجناح، مجرد ما هتضغطي عليه كده هتحسي ان الجناح دخل لجوه، انت كده هتعرفي ان هو استوى. بصوا زي ما انتم شايفين، اول ما بينزل بص الرقبة بتاعته بتقفل ازاي. بجد جربي الحمام بالطريقة دي، هتشربي احلى شوربة وهتاكلي احلى حمام عمرك ما كلتيه قبل كده. زي ما انتم شايفين، بصوا لون الحمام. طبعا هتقليه في حتة سمنة، معلش يا المقطع ده اتحذف مني، في حتة سمنة وشوية زيت، وهيطلع بالشكل اللي انا اوريهولكوا ده. طبعا تعملي جنبه ملوخية، رز، لسان عصفور، طبعا اللي يعجبك. يا رب يكون الفيديو مش طويل عليكم وفهمتوني وقدرتوا توصلوا للتكات اللي انا قلتلكوا عليها اعملوها. هيطلع معاكم الحمام بنفس الشكل دوت وبنفس اللون دوت. وبجد خطير وهيعجبكم قوي. لو مش عايزين تحمروه وحابين تحطوه في الفرن، مفيش اي مشكلة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي يا بنات، مع السلامة.